السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي من المنتجع الطبيعي لمدينة أرنخويس. شكرا للجميع على الدعم وللمشتركين الجدد على الثقة اللي منحوها لنا. كنتمنوا أننا نكونوا عند حسن ظن الجميع. وتحية خالصة للأحباء والإخوة اللي معنا سنين هذه في قناة لافيدا نويسترا. إذا الموضوع ديالنا غادي نقسموه إلى قسمين. اولا غادي نتكلموا على قضيه عطول البنان المروكي حيوان، وثانيا غادي نتكلموا على الفقيه النصاب، النصب والاحتيال والتسول في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كنعرفوا كنا بانه نباتق على المدرسه الحديدانيه اللي خرجوا لنا عده نصابه ومحتالين في مواقع التواصل الاجتماعي. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نتكلموا عليها هي القضيه ديال الاهانه ديال المغاربه من طرف بعض الجزائريين، وكنسطر على كلمه بعض الجزائريين في الوقفه الاخيره اللي داروها في مدينه باريس. هنا غادي تحضر للذاكره ديالنا القاعده الاساسيه لربح المعارك والحروب اللي هي فرق تسد. شنو هي فرق تسد؟ هو انه ملي كيكونوا عندك اعداء بزاف خصك تفرقهم، خصهم هما يوليو اعداء ديال بعضياتهم، باش ملي تجي تعطي لواحد للراس وتهجم على واحد وتضرب واحد وتحقر واحد ما يحاميوش عليه الاخرين. بالعكس غادي يجيو معاك وغادي يبقاو يقولوا لك زيدو اعطيه. ملي كتسالي منه كدوز ليهم حتى هما، وبالتالي فهاد القضيه هذه كتفرز الاعداء ديالك، كتفرزهم واحد بواحد باللغه ديالنا او باللهجه الدارجه ديالنا. اذا هاد الشير ديما ديال الجزائريين، لانهم ماشي هما كلهم، لان الوقفه كانت وقفه كنظن فرحه بعيد الاستقلال ديال الاخوه الجزائريين. فالبعض منهم داروا واحد الحلقه، داروا واحد الدواره وبداو كيقولوا شعارات مشينه وشعارات ماسه بكرامه المغاربه كلهم، لانهم ملي كيقولوا عطاو له البنان المروكي حيوان، يعني كل شيء المغاربه حيوانات. حاشا لله، حاشا لله. فهنايا هاد الأغبياء هادو ما عرفوش بأن الفتنة بين الشعوب هي لصالح الأعداء. وهاد الأعداء هادو شكون هما؟ هاد الأعداء هادو هو المستعمر السابق اللي باقي كيصحاب بأنه عنده القوة وعنده يعني أنه مسيطر على الوضع، وأن دوك الدول غادي يبقاو دائما تحت من الصباط ديالو. وكذلك هناك أعداء كثر، أعداء الوحدة الترابية، هناك أعداء كثر. إذا خصهم يبتوا القلاقل، خصهم يبتوا الفتنة بين الشعوب باش نبقاو مضاربين غير بعضياتنا. هذه رسالة لهذوك الناس اللي كيعايروا كيقولوا عطوا له البنان المروكي حيوان، اللي هما شرديمة، هما واحد الفئة قليلة ماشي فئة كثيرة، باش ما نقولوش بأن الجزائريين كلهم أعداء للمغاربة أو الجزائريين. هذوك كيبتوا لهم أفكار خاطئة، وذلك كذلك لتفادي الأزمة أو للهروب من الأزمة. وللهروب من الأزمات الأنظمة شنو كدير؟ للهروب من الأزمة الداخلية اللي عندهم خصهم يخلقوا واحد الأزمة جانبية. هذيك الأزمة كيلهيو بها الشعب ديالهم، وكيخلقوا واحد العدو افتراضي اللي هو المغرب والمغاربة، باش يبقاو ملهيين مع المغرب بأنه هو العدو ديالهم، باش هذيك الأزمة الداخلية والاختلاسات ديال الأموال وعدم إصلاح البنية التحتية وعدم إصلاح الاقتصاد وعدم هيكلة الإدارة كتبقى. هذاك الشيء كيبقاو ناسين، والشعب كيبقاو مضاربين غير مع العدو المفترض أو العدو الافتراضي اللي خرجوه لهم. وبالتالي الاتحاد قوة. حنا كلنا ما عارفينش، أو الأغلبية ما عارفينش بأن الجزائر والمغرب كقوة اقتصادية ما مستافداش من هذه القوة ديالهم، أنهم إلا داروا واحد الاتحاد، أو المغرب العربي ككل إلا دار واحد الاتحاد، فاحنا متأكدين بأنه غادي يفوت وغيتجاوز أوروبا، وبل يقدر يتجاوز حتى الولايات المتحدة الأمريكية في القوة، لا من ناحية القوة السياسية ولا الاقتصادية. علاش؟ لأن المغرب كدولة عندها هي البوابة من إفريقيا لأوروبا، عندها البحر، عندها تتميز بالزراعة، كتميز بالوسائل التكنولوجية والقوة البشرية اللي عندها، أو الرأسمال البشري اللي عنده،
كذلك الجزائر كنعرفوا بأنها من أكبر الدول في إفريقيا، وعندها موارد طبيعية كثيرة منها البترول ومنها الغاز، لكن الشعب كيبقى ما كيستافدش من هاد الشي. إذن إلا كانوا هاد جوج ديال الدول يتحدوا والشعوب يتحدوا ويديروا واحد الاتحاد، للأسف اتحاد المغرب العربي اللي نقدروا نقولوا عليه بأنه أُقبِر قبل الولادة ديالو، فإلا اتحدوا فبهاد الموارد هادي وبهاد الرأس المال البشري اللي عندنا نقدروا نمشيو بعيد، لكن الأعداء ما باغينش هاد الشي، باغيننا نبقاو مضاربين بيناتنا وباغيننا زرعوا لينا المسمار ديال الفتنة. أنا سؤال كنتسائلو هنا، العداوة ما بين الجزائر والمغرب منين جات؟ إلا قلبنا ليها على الأصل ديالها غنقول لهم علاش هادوك الناس اللي كيقولوا المروكي حيوان، غنسولهم غنقول لهم علاش المروكي حيوان؟ علاش المروكي حيوان؟ علاش بيناتنا هاد العداوة هادي؟ فقط لأن الجزائر تتدخل في الوحدة الترابية للمغرب، قضية المرتزقة، قضية تفرقة الشعوب، الناس كيتحدوا وحنا بغينا نتفرقوا. شوفوا الاتحاد الأوروبي عندهم واحد الاتحاد اللي صلب، رغم أنهم كتلقاو بأن الإسبان راه ما كيحملوش الفرنسيين، وبأن الفرنسيين ما كيحملوش البلجيكيين، وبأن لكن في سبيل الاتحاد وفي سبيل هذه القوة كنلقاهم متحدين وكنلقاهم يد في يد كيديروا القرارات وعندهم الوزن ديالهم في المجتمع الدولي. إذا هنا كيقلبوا على الاتحاد. شوفوا إسبانيا ملي طلبت كاتالونيا، ملي طلبت يعني الاستقلال ديالها، بل وأعلنوا الاستقلال من طرف واحد، طلعوا لهم الجيش وفكوا حيدوا هذوك البوليس الإقليمي ديال كاتالونيا، حيدوهم وجا البوليس الوطني وجا الجيش وطلعوا قال لهم ما كاينش إسبانيا، غتبقى واحدة لا للتفرقة. آنذاك الإخوة الجزائريين ديالنا أو النظام الجزائري ما تكلمش، ما تدخلش في هاد الشؤون، ياك قال لك بأنه هو كيناصر المطالبة ديال الشعوب بالاستقلال ديالها وبتقرير المصير. علاش هاد النظام هذا ما طالبش بالاستقلال ديال الكتالونيين، رغم أن كتالونيا القضية الكتالانية هي أخطر من القضية المغربية؟ فمثلا حنايا في الصحراء المغربية الإخوة ديالنا الصحراويين كيتكلموا بنفس اللغة، عندهم نفس الدم، عندهم نفس الديانة، عندهم، بينما الكتالانيين عندهم اللغة ديالهم، عندهم اللهجة ديالهم اللي مخالفة تماما للغة الإسبانية. بعض الإسبان كيطلعوا لكاتالونيا ما كيعرفوش يهضروا نهائيا بالكتالونية، وبالتالي فحتى شي واحد ما قال لا اسبانيا يعطيهم الحق ديالهم، بالعكس كل شيء مع الوحدة، إلا حنا النظام الجزائري اللي بغى يدير لنا مسمار جحا في الوطن ديالنا. وهذا هو باش بلا ما نكذبوا على راسنا، راه هذا هو الأساس من جهة الخلاف الجزائري المغربي، وهو تدخل الجزائر في الشؤون السياسية المغربية ومساندة واحد الشرذمة اللي بغات تفرق المغرب وبغات تقسم المغرب باش أنهم ياخذوا، ربما عندهم يعني أطماع في الوصول إلى المحيط الأطلسي. من هذا الشيء كل شيء نحيدوا علينا ونقولوا لكم الإخوة الجزائريين والإخوة المغاربة بأن الوحدة، بأن الشعوب ما كتوصلش إلا بالوحدة. الناس راه غاديين كيديروا الاتحادات فيما بيناتهم، غاديين تصوروا أنهم كيتبجوا علينا بهذيك الأصل الأوروبي ديالهم، كيقولوا أوروبا. الآن العرب كلها مضارب مع واحد، كلها مضارب مع، وخصوصا هذه راه أبواب رمضان للأسف كنشوفوا نساء اللي محجبات بالحجاب الإسلامي وكيقولوا المروكي حيوان. ففين هو الإسلام ديالنا؟ فين هي العروبة ديالنا؟ فين هي الشهامة ديالنا؟ هادشي كلشي نسيناه. فينا هما أنتِ أختي أو أمي أو كتمشي تقولي للمروكي حيوان وأنتِ بالحجاب ديالك، وشوفي غير الله سبحانه وتعالى شنو كيقول النبي صلى الله عليه وسلم، ونحضروا هذيك القضية ديال ولا تنابزوا بالألقاب، بزاف ديال الحوايج. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله. تحية لجميع الإخوة الجزائريين اللي كيحضروا المنطق وكيحضروا العقلانية في هذه المسألة هذه، وكنتمنى
يعرف بأن التفرقة هي في صالح الأداء فقط. فبغيتي تنتقد، نتقد الأنظمة، نتقد الحكومات، نتقد بعقلانية، لكن باش تجمع واحد الشعب كله تقول لي المروكي حيوان، فهذا شيء مشين إخواني أخواتي. ونكتفي بهذا القدر، الله يهدي ما خلق وصافي. انتقلوا لموضوع النصب والاحتيال في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا واحد الفقيه اللي خرج كيسعى بناته، اللي كيسعى ببناتو، كيقول ابو البنات وعندي بنات وعطيوني وكذا وكذا وكذا. وبطبيعه الحال دائما كنلقاو في هذه القضيه هذه تدخل ذلك الجمعوي. دائما في القضايا الشائكه والقضايا اللي فيها شبهه كنلقاو تدخل هذاك الجمعوي. وكنحضروا لكم هنا القصه ديال هذاك اللي كاين في نواحي مكناس، اللي كان كيقول لهم مريض وكان كيقول لهم انا محتاج للعمليه. في الاخر اكتشفوا بانه ما مريض ما والو، فقط عنده واحد الاعاقه، وديك الاعاقه راه ما كتعطي لا الام لا حتى شي حاجه. ولقاو بل اكتشفوا بانه عنده السيارات وعنده المنزل وعنده، وكان كيسعى مع هاد الجمعوي هذا. هاد الفقيه هذا تا هو اللي خرجت ليه هاد الفضيحه الكبيره. حنا في الاول مشيت ما تيقتش، لان كل ما يقال في وسائل في مواقع التواصل الاجتماعي ما يمكنش لك تيقه. مشينا بحثنا، فبالفعل لقينا هذا الفقيه هذا اللي كيسعى ببناته، ما عندوش دوك البنات. هادوك البنات ليحهم الطليقه ديالهم، وما كاينش، ما كيصرفش عليهم، ما عندهمش، وهو كيسعى بهم. واكتشفنا في عدة لايفات وعدة فيديوهات بأنه تلقى مبالغ مالية كبيرة، بل خرجوا ليه صور في وضعيات مشينة، وهو دير الآلاف من الدراهم أو الملايين من السنتيمات دايرهم كيتصور بهم وكيضحك هو وفتاة أخرى. إذا هنايا شنو كنلاحظوا كذلك إخواني أخواتي، باش نكونوا متأكدين وما نظلموا حتى شي واحد. الطريقة اللي كيهضر بها هذا الفقيه حامل كتاب الله، الطريقة اللي كيهضر فيها باللايفات والسب والقذف والمعيور. واش عمركم شفتوا شي فقيه حامل لكتاب الله كيعاير في اللايفات ديالو كيسب الناس وكيقذفهم؟ فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن، خصوصا وأننا مقبلون على شهر رمضان الكريم. بالتالي فهناك واحد القضية اللي خصنا نفهموها. هناك تحالف النصابة وتحالف المحتالين في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لقضاء مآربهم. علاش كنشوفوا بان هاد الناس هادو ما كطالهمش يد القانون؟ لانهم كنلاحظوا بان الضحايا هم كذلك مشاركون في النصب والاحتيال. كتلقى الضحيه حتى هو نصاب، هذاك اللي كتقول راه دا ليه رزقه حتى هو راه مشارك في ديك العمليه. لقاوها مسألة سهلة أنهم يجمعوا الفلوس، أنهم كيدغدغوا العواطف ديال الأغبياء للأسف، كيبقاو يصيفطوا لهم في فلوس، وهذوك فلوس كيقضيو بهم مآرب ديالهم الشخصية وكيقسموهم بيناتهم غنيمة اللي كيحاولوا أنهم فقط يعمروا بها جيوبهم. وهذا الفقيه هذا هو مثال من عدة أمثلة ديال استغلال الدين في التحايل والنصب على الناس. ونعطيكم مثال ديال الملقب بالحاج، الذي يستشهد بالآيات القرآنية ويستشهد بالأحاديث النبوية ويستشهد بالأبيات الشعرية. كنلقاو كذلك هو دائما حاط صبعه في مسائل مشبوهة، وهو الآن يساند بطبيعة الحال المحتالين. فحنايا غير بعقلنا، غير نخدموا غير العقل ديالنا، ما نمشيو مع حتى شي واحد. غنشوفوا فقيه حامل لكتاب الله كيخرج في لايفات كيسب وكيقذف وكيقول كلام مشين. غنشوفوا فقيه بصور يعني مع فتاة الله اعلم واش مرته ولا مخلة للحياء، هما بجوجهم مشادين الفلوس ولا يحينهم عليهم. فشنو غادي نتوقعوا من هذا الفقيه هذا؟ بالتالي فإخواني أخواتي، النصابون والمحتالون كيعاونوا بعضياتهم وكيساندوا بعضياتهم. لكن فتحياتي الخالصة لجميع القنوات اللي كتكشف هاد العصابات ديال مواقع التواصل الاجتماعي، هاد العصابات اللي كتستغل الإحسان العمومي وكتستغل التسول في الانترنت، وذلك لجمع أموال كثيرة جدا. فهما كيتسولوا بواحد الفتاة اللي هي غنديروا لها العملية، ها هي سخفات، ها هي كذا، عاونونا باش نديروا لها العملية.
مع العلم أنه تجمعات أموال طائلة لهاد العملية وما كاينة لا عملية لا حتى شي حاجة. ها هما كيتسولوا بفقيه اللي كيقول لك أبو البنات وخصني باش نعاون بناتي وبناتو ما عندهمش اللي يحمل الطليقة ديالو، والطليقة ديالو على الأقوال ديالها أنه قام بأعمال خطيرة جدًا ما يقومش بها حتى الشيطان، فما بالك بفقيه؟ فإذًا هنا خصنا نفيقوا إخواني أخواتي، خصنا نفيقوا. حتى هادوك الشيرديما اللي هما تابعين هاد الناس وكيساندوهم، فقط هادوك راه عارفينهم حنا كيساندوهم على الادسنس وعلى القنوات ديالهم، لكن المتتبع اللي خصو يفيق، خصو يخدم غير العقل ديالو، ما تمشيش ديريكت تهجم على الناس، شوف خدم عقلك. بالتالي فلا للنصب والاحتيال في مواقع التواصل الاجتماعي، والسلام عليكم ورحمة الله.